بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن علاقة السامري وخداعه لقوم سيدنا موسى، بأن العجل ده هو إله سيدنا موسى، والعجل ده هو اللي شق البحر، والعجل ده هو اللي أغرق فرعون. وعلاقة القصة دي كلها بما يحدث الآن من علماء السوء أو مشايخ السلطان أو المدخلية او الصوفيه والاشعريه هم كلهم عندي دول احبار يهود. تمام. ليه؟ واثبتنا الكلام ده في الفيديوهات اللي قبل كده. طب ايه علاقتهم بالقصه بتاعت السامري والعجل؟ بيقوموا بنفس الدور. اثبتنا ده في الحلقه اللي فاتت، بيقوموا بنفس الدور، بيخدعوا عامه المسلمين المجاهلين بالدين، ويقولوا لهم ان هو ده الدين اللي نزل على سيدنا محمد، هو ده الاسلام اللي بجد، هو ده الاسلام الوسطي الجميل الامريكاني. تمام. اسلام منزوع الدسم، اسلام لا يوجد به ايات جهاد ولا دفاع عن المسلمين ولا وحدة المسلمين. تمام. اسلام مبني على تقسيم المسلمين. تمام. اسلام يرضي الغرب، اسلام يرضي الغرب. تمام. وطبعا قايمين من الدور ده على اكمل وجه بتحريف وكتمان الدين. بخلاف طبعا احبار الشيعة. احبار الشيعة ده دول في حتة تانية بقى، ده علوا الليفل على الاخر. تمام. دول ايه؟ علوا الليفل على الاخر، وهم كلهم احبار يهود. تمام. النهارده بقى هنكمل اثباتات من القرآن الكريم، وانت بنفسك اللي هتقول ده فعلا بيحصل ولا ما بيحصلش. انا بقول لك اوزن مني الكلام قبل ما تشيل. اوزن الكلام في دماغك كده، وقارن الايات، وقارن الايات بالحاجات اللي انت بتشوفها كل يوم في التلفزيون. تمام. واوزن، وانت اللي قول، انت قول رايك ايه. تمام. النهارده احنا هنكمل من الصفحه 16 للصفحه 22. تمام. مضمون التدبر النهارده ان انت كان عندك ناس بتطلع على التلفزيون بيسموهم شيوخ ومسلمين. تمام. بيحرفوا علنا في الدين كده، ويقول لك ايه؟ ويقول لك اني احنا مش بس اللي هنخش الجنة، ده المسيحيين كمان هيخش الجنة، او النصارى هيخش الجنة. تمام. وانا سمعت فيديو والله موجود على اليوتيوب بيقول لك ايه؟ طالما احنا اتفقنا، المسيحيين واليهود والمسلمين اتفقوا ان لا اله الا الله، مش شرط كل واحد بقى، واحد مقتنع بسيدنا عيسى، واحد مقتنع بسيدنا موسى، واحد مقتنع، المهم ان هو كل ما قال له لا كلمة لا اله الا الله خلاص كده هيخش الجنة. تمام. ده من ضمن الحاجات اللي بتتقال، ده من ضمن الحاجات اللي بتتقال. تمام. وانكروا فكرة تكفير النصارى بتاتا، مش موجود عندهم، وهنثبت كل الكلام ده، هنثبته دلوقتي. تمام. بس لايه؟ لارضاء الغرب. شوف تحريف الدين علنا بايات واضحة، مش محتاجة، بص، مش محتاجة تفسير. الايه مش الايه، بص تخزق العين اللي بيقراها. تمام. هنثبت كل ده. تمام. وهنشوف. طيب، نبدأ صفحة 16 الآية 105. الآية 105. الآية 105: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آية واضحة زي الشمس، بتقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا، تمام، أهل الكتاب والمشركين مش عايزين بيكم خير، من الآخر مش عايزين ينزل عليكم خير أبدا. حلو. مضمون الآية، وشوف التفسير في أي حتة. الآية 105 سورة البقرة. تمام. خزن دي في دماغك عشان هنربطها بآيات بعد كده. خش على الآية 108. الآية 108 بتقول إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب
لو يضلونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. مش محتاجة تفسير، ودى كثير من أهل الكتاب اللي هم النصارى واليهود، تمام، لو ودوا إيه يردوكم عن دينكم، يبعدوكم عن دينكم، تمام، بعد إيمانكم كفارا وحسدا، عايزين يردوكم عن دينكم، يرجعوكم كفار حسدا منهم. طيب هنا في حاجة مهمة بقى عايز أقولها لك وتبني عليها كل الآيات اللي جاية. مش معنى بس إن هم يردوك عن دينك، تمام، واخد بالك، إن هو يخليك من مسلم لمسيحي أو من مسلم ليهودي، تمام، يخليك تسيب الدين كله وتبقى لا، مش بس كده، يردك، واخد بالك، عارف انت لما بترد الحاجة كده يعني يحرفك، بس كده كفاية ان هو يحرفك، وهنثبتها قدام. كون ان هو يحرفك عن شريعتك، تمام، ويبعدك عنها، وانت فاكر نفسك ان انت تمام. يا عم انت زي ما انت وانت بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وبتعمل كل حاجة، واخد بالك، بس انت اصلا مش على الشريعة الصحيحة، مش على الاتجاه السليم، تمام. ده ايه الرد؟ هنثبت ده قدام وخليكم معايا، تمام. اوزن قبل ما تشيل، اربط الايات ببعضها واوزن في دماغك. طيب الآية 109، الآية 109 بتقول ايه اللي احنا لسه قايلين؟ طيب الآية 111، 111 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب الآية بتقول ايه؟ اليهود بتقول لك مش هيخش الجنة غير اليهود، والنصارى بيقول لك مش هيخش الجنة غير النصارى. طيب ربنا بيقول لهم ايه؟ هاتوا برهانكم، هاتوا برهان، يعني معنى كده ان هو ربنا يقول لهم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، يعني هم مش هيشوفوها، يعني هم مش هيشوفوها، لكن لما يطلع لنا بقى واحد متزندق في التلفزيون يقول لك ايه هيخشوا الجنة، تمام، يبقى ده ايه؟ ده مرتد، ده كافر، واخد بالك. طيب حلو، نكمل الآية 112 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف بقى الآية بتأكد لك، بيقول لك مين اللي هيخش بقى؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن، تمام، يعني يا يهود ونصارى هاتوا لي برهانكم ان انتوا هتخشوا لو كنتم صادقين. يعني شوف سبحان الله عز وجل بيقول لهم بتحدي، تمام، يعني مش هتشموها، تمام. وبيقول مين؟ لا بلى اللي هيخش الجنة ده من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله. كلمة أسلم وجهه، ركز في الكلمة دي برضو عشان هنربطها بحاجات جاية كتير. أسلم وجهه لله، استسلم لكل أوامر الله ونفذ كل أوامره وابتعد عن كل نواهيه، واخد بالك، استسلم لله. دي أصل كلمة الإسلام والمسلمون. تعال نكمل الآية 114 بتقول لك إيه؟ دي آية عامة بقى، بص، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللي بيخرب مساجد ربنا اللي بيتذكر فيها اسمه، تمام، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خربها، انت بتشوف اول منشآت بتتضرب في ساعة الاحتلال، تمام، المساجد والمنشآت الدينية. المساجد هي اول منشأة. طب احنا هنا احنا برضه احنا عندنا مش سايبين المساجد في حالها، الصلاة بتخلص من هنا 5 دقايق ويقفلوا المسجد. تحس ايه يا عم في ايه؟ ما علينا. نكمل الآية 118، الآية 118 بص بقى، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بص،
من قله ادبهم. الناس دي بتقول لك ايه؟ من الايه دي تبص يعني لازقه قوي في الملحدين، واخد بالك؟ من قله ادبهم يقول لك ايه؟ ليه ربنا ما يكلمناش؟ ماشي. او بقى او واحد عنده شبهات مخرتقه دماغه، عايزين آية عظيمة تنزل كده من السماء مش عارف ايه، واخد بالك؟ ويقعدوا يألفوا لك حاجات كده، طب ليه كذا وليه كذا وليه كذا؟ أسئلة كده ايه، زي ما احنا قلنا الشيطان بيوحي لأوليائه في الحلقة اللي فاتت. هنا بص ربنا بيقول لك ايه؟ قال الذين من قبلهم مثل قولهم. اللي قبلهم قالوا كده، يعني اللي بيقولوا عندنا الكلام ده دلوقتي في ناس كتير قبل اهو، ربنا بيقول لنا اهو في ناس قالوا الكلام ده. تشابهت قلوبهم، قلوبهم شبه بعض، نفس السواد. قد بينا الايات لقوم. مين اللي بقى اللي هيستبصر الايات دي؟ ها؟ قوم يوقنون. دول اللي هيستبصروا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. حلو جميل. تعالى الايه 120، اربط الايات ببعضها. ها؟ اربط الايات ببعضها. بص الايه بتقول لك ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ذلك، من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا على العظمة. لا بتقول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عايز تفسير ايه؟ عايز نشرح لك ايه؟ هقول لك اشرح لك ايه. تمام. تتابع ملتهم مش بس ان انا اسيب ابقى اسيب الاسلام واروح ابقى معاهم زي اللي لسه قايل لك من شويه، لا. ده هم شوف ملتهم هي الاتجاه بتاعها ايه، وهم عايزيني معاهم. مش شرط اخليك زي ما انت قول لا اله الا الله محمد رسول الله وصلي وصوم وزكي واعمل كل اللي انت عايزه، بس خليك معايا في نفس الاتجاه. انا المله هو المله بتاعته عايز يروح في اتجاه معين، ماشي. خليك معايا في نفس الاتجاه. والله ملته بتقول ان انا حاصر ان الناس دول وما دخلهمش اكل. خليك معايا. ملتهم واخد بالك تقول ان انا ايه؟ احاصرهم وامنع عنهم اي حاجه، وامنع عنهم اي حاجه يدافعوا بيها عن نفسهم، ولا الكلام ده. حتى تديهم حاجه يدافعوا بيها عن نفسهم، لا. ده اللي بيخدم ملتهم، صح. فانت تتبع ملتهم. مش شرط ان انا ايه، مش شرط ان انا ايه اطلع على التلفزيون واقول لك انا سبت مله محمد. لا مش شرط كده يا حبيبي. انت ممكن تقعد تصلي وتدعي وتقول والله والله والله، وتروح تحج كمان وانت في الفسكونيا. تمام. بص بقى الايه تكملتها ايه؟ ولا شوف، قل ان هدى الله هو الهدى، يعني هو دي الهدايه. ده الهدايه، اوعى تتبعهم. تمام. ولئن اتبعت اهواءهم. شوف لو ان اتبعت اهواءهم، بس اهواءهم مش ملتهم بقى، اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ده، ماشي، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ربنا مش هينصرك، انت فاشل في كل حاجة. انت بص فاشل فاشل فاشل. حلو. حلو جميل. جميل جدا. اوزن قبل ما تشيل وعيد الفيديو واربط الحاجات ببعضها. حلو حلو. طيب 120 الآية 122 بتقول لك ايه؟ يا بني اسرائيل، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. احنا قاعدتنا ايه؟ تاخد الايات اللي نازله على بني اسرائيل خدها علينا دلوقتي. حلو. حلو. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لبني اسرائيل ايه؟ اذكروا نعمتي وفضلتكم على العالمين. انا فضلتكم على العالمين ونزلت عليكم الدين، ماشي، والتوراه. حلو. انا لما اخدها على نفسي يا عرب، اذكروا نعمة ربنا، اذكروا نعمة ربنا ونزل عليكم الاسلام والقرآن. نزل عليكم الايه؟ الاسلام والقرآن، وانعم علينا بالقرآن. هل احنا التزمنا بيه؟ لا. طيب نكمل هنا انت هتيجي تكمل الايات. تمام. اللي انا معلمه باخضر ده ايات دعاء. انت لو دي ملون هتلاقي الاحمر ده زي حكمه وموعظه. البرتقال اللون الاصفر ده امر، ولئن اتبعت، هو يعني نهي او امر. تمام. واللون الاخضر ده دعاء.
اللي هو رب اجعل هذا بلدا امنا، رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. هتلاقيها دعاء ده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تمام، زي ما انا قلت لكم في اول فيديو خالص. وهنا المعلم البرتقاني ده دي اسماء الله عز وجل وما يحب وما يكره وهكذا. بص بقى هنا الايه 131. الايه 130 بقى، الايه دي 130 مهمه جدا 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 جدا. طب تعالى بتقول ايه الايه 130؟ ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. ايه ده؟ مش فاهم ايه ومن يرغب عن مله ابراهيم. يعني اللي يبعد عن مله ابراهيم هو ده اللي تفه نفسه، هو ده اللي عايز لنفسه يبقى تافه في الدنيا دي. طب وايه مله ابراهيم؟ احنا مش عارفين ايه مله ابراهيم. هو انت مش بتاخد بالك ان انت في كل صلاه في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. طب سيدنا ابراهيم مش معنى سيدنا ابراهيم كده ليه مش سيدنا موسى؟ ليه مش سيدنا عيسى كده؟ مش معنى سيدنا ابراهيم هو اللي قدوه كده برضه زي سيدنا محمد؟ ده هنا بقى ده. بص سيدنا ابراهيم لو تشوف قصته، واخد بالك؟ ده واحد قام دخل على الاصنام بتاعتهم، كان هو واحد لوحده ولا معاه قوم، ولا دخل على الاصنام دشدشها تمام، وراح جاي حاطط الفاس على الكبير بتاعهم ومشي. شفت انت بص شفت مفيش تفاهم، دغدغ ومشي. هنرميك في النار يرموني. تمام، توحيد. بص ما عندوش هزار في المله، ما عندوش هزار في مله التوحيد. تمام، لذلك ايه ربنا حاططه لنا عليه الصلاه والسلام، سيدنا ابراهيم حاططه لنا قدوه لينا، قدوه ما ننحرفش عن مله التوحيد او مله ابراهيم. تمام تمام، حلو. وايه مفيش برضه يعني في لفظ في القران اسمه المداهنه، اللي هو انا يعني ايه اتودد عشان ابقى عشان مصلحتي تقضى ماشي، لو على حساب الدين وكده اتودد اعمل اي حاجه كده ايه اتنازل. مداهنه ده ما سيدنا ما عندوش الكلام ده، وهو ده الاسم دي المله التوحيديه. ما فيش مداهنه، ما فيش هزار في الدين بتاعي، ولا تنتوفه ولا ايه ولا حرف من الورق ده اتنازل عنه. هي دي بقى مله الايه، مله ابراهيم. حلو جميل. كمل الآية 131. إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين. إيه ده؟ يعني إيه قال له ربه اسلم يعني أخش في الإسلام. طب إزاي أسلم نفسي لربنا؟ أسلم نفسي؟ طب إيه اللي حصل؟ طب أنا هعمل إيه؟ قال له اذبح ابنك في الحلم، اذبح ابنك، تعالى يا ابني أنا هذبحك. شفت فيه استسلام أكتر من كده؟ ما هو دي قصة ربنا برضه ذكرها لك في القرآن. ليه؟ مش عشان يسليك سبحانه وتعالى عز وجل، مش عشان يسلينا، ده عشان يقول لك شوف درجة الاستسلام ايه. مين فينا دلوقتي عنده قدرة تمام لو ربنا قال له سبحانه وتعالى عز وجل اذبح ابنك هيروح كده بكل سهولة؟ شفت الاستسلام لله عز وجل؟ شفت الاستسلام؟ وكان ده اختبار عظيم ليه ولابنه سيدنا اسماعيل. شفت هو ده بقى، شفت عشان كده هو قدوة للمسلمين وبنصلي عليه كل صلاة. حلو حلو جميل جميل. بص ووصى بها ابراهيم بنيه ويا يعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اوعوا تموتوا وانتم مسلمين لله. حلو. طيب هنا بقى في آية عايز اقول لكم عليها، عشان شفت انا برضو بعض المتزندقة والله بتقع في دي حاجات كده. افتحوا يا جماعة اليوتيوب واتفرجوا على الناس اللي هم الهبل دول. بيقول لك ايه، شوف الآية بتقول لك ايه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعلمون. بص هو بقى ساب كل اللي احنا بنحكي فيه ده كله وبيقول لك ايه، شوف ربنا بيقولوا ايه، ربنا بيقول لنا ايه: ولا تسألون عما كانوا يعلمون. يعني ايه؟ يعني احنا مش لازم نسأل بقى عن الرسول عمل ايه في عهده والصحابة عملوا ايه في عهده. احنا لينا عهدنا ولينا وقتنا، وكل وقت ليه ايه لقراره وليه وقته. شفت الشيطان وحاله بايه؟ شفت الشيطان عمل بيبي في دماغه لحد وصل لدرجة ايه؟ شفت الكلب وصل لدرجة ايه؟
شفت الآية؟ شوف الآية، ابدأ ابحث في الآية، في التفسير في أي حتة. تمام، شوف هو وصلها لإيه. شوف احنا بقالنا ساعة بنتكلم في إيه وهو بيقول إيه، عشان تعرف. شوف لما أقول لك أحبار يهود، أحبار يهود، لما أقول لك إن كل اللي بيطلعوا على التلفزيون دول إلا عشان ما نبقى قدام ربنا، عشان ما نظلمش حد، إلا من جواه حاجة ومخبي، يعني عارف إن الصح ومخبي عشان ما يتحبسش أو كده، واخد بالك؟ بس ما بيتكلمش زيهم كده. في بعض الشيوخ تطلع على قنوات دينية بس بيتكلم في الفقه، بس ما بيتكلمش زي الأوساخ دول، بس ما بيظهرش الحقيقة برضه عشان خايف. تمام، انا بقول لك غيره بقى. تمام، اوعى تاخد منه دين في اي حاجة خالص خالص. اوعى تاخد دين، لو انت عايز تاخد دين بجد ما تاخدوش من اي حد يطلع على التلفزيون. غير بقى اللي تاخد ازاي بقى تصلي، وازاي تتوضى، وازاي اقول للتاني سلام عليكم، الحاجات دي. لكن تاخد دين مسلم، لا. حلو حلو. وز- وعشان اكد لك، هو دايما ايه، بص، بيحاول ايه يبحث في اي حاجه عشان يجد مبرر للي هو عايز يطلسمه. هو عايز يطلسم اي حاجه يجيب لك لها مبرر. يعني يجي واحد يقول لك المنتشر، اتكلم في الحديث ده، حديث اللي بيقول لك ايه، طاعة الحاكم ولو اخذ ملك وضرب ظهرك. والله يا سلام، يعني انت الرسول كان قصده على الحكام دول؟ يا مدلس يا افاق. الرسول بيتكلم عن حاكم بيحكم بما انزل الله، رافع المصحف كده بيقول لك ده الدستور بتاع الدولة، وجه عليا انا وظلمني، فظلم، انا حسيت ان هو ظلمني، انا حسيت ان هو ظلمني، حكمه عليا كان ظالم مثلا، انا ما ينفعش اخرج عليه. لكن مش واحد اديني يمين وهو في الشمال خالص وتقول لي اطيعت ولي الامر. يا افاق يا مدلس. تعال نكمل الايه 135. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اربط بقى الايه دي باللي قبلها. ها، استسلام لله عز وجل. ماشي، استسلام لله عز وجل، ومن يرغب عن ملة ابراهيم سفيه سفه نفسه. ماشي، مع ايه؟ قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة ابراهيم دي ما فيهاش شرك ابدا، ما فيهاش شرك خالص. ما فيش حاجه اسمها فيها شرك، ما فيش حاجه اسمها فيها نديه لله عز وجل ابدا. الله الواحد الاحد. الجا له بالتوسل، الجا له بالدعاء، الجا له بكل حاجه. ليه العباده بتاعتي كلها، ليه دعائي كله. ما ينفعش يبقى فيه وسيط بينه وبين ربنا. كل الناس اللي بتقول اضرحه والكلام ده، كل ده شرك، كل ده شرك. وتقعد تدعي هناك وتتمسح والكلام الهبل ده، كل ده شرك. انت بتدعي واحد ميت، بتدعي من واحد ميت، بيدعي بالشفاء من واحد ميت، ومات ميت مريض. عايز اكتر من كده؟ ما علينا. تمام، فملة سيدنا ابراهيم ما فيهاش شرك، اللي هي ملتنا الاساسيه. واخد بالك؟ عارف انت لما بتيجي تبني بيت، القواعد بتاعه الاسلام اللي مثبته الاسلام في الارض ملة سيدنا ابراهيم. تمام. اه، حلو. تعالى بقى نكمل. بص بقى الايه 140 دي بقى، بص. انا عمال اكلمكم الصبح على ايه؟ الناس بتكتم وتخبي الدين وما تقولش الحقيقه. ها، ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. الشهادة طبعا، أول ما أي حد بيقرا يقول لك شهادة في المحكمة. أنا أهم حاجة لما أروح المحكمة أقول الصدق. مش بس كده المحكمة يا حمادة، يعني مش دلوقتي مش بقالنا ساعة بنتكلم في حاجات دين ومش دين وكتمان الدين وإخفاء الدين وكذا وتحريف الدين، وأنت تتكلم عن شهادة في المحكمة؟ لا. لو أنت عندك شهادة ان انت كشيخ في التلفزيون وعارف ان بيخبوا الاسلام الصحيح والجهاد ونصرة المسلمين والكلام ده، وخبيت الحقيقة، كتمت الشهادة، شهادة بقى لربنا. شوف الشهادة دي لايه، شهادة دي شهادة لدين الله، خبيتها. شوف انت شوف انت وضعك ايه، شوف انت وضعك ايه. بص بقى هنا نختم بيها الفيديو. ولئن اتبعت اهواءهم
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كل اللي بيطلع على التلفزيون ماشيين على هواهم وماشيين على هوا اللي مشغلهم. لو انت اتبعت اهواءهم عشان برضه ترضي اهواءك عشان الدنيا لذيذة وحلوة، ماشي انك اذا لمن الظالمين. حلو الكلام، اوزن الكلام قبل ما تشيل. بس والسلام عليكم ورحمة الله.